مساء الهنا والسعادة على أحلى ناس موجودين في الدنيا كلها، حبايبنا الغاليين عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بألف خير وصحة وسعادة وهنا وراحة بال. إيه رأيكم النهاردة نروح نزور مكان مهم جدا في القاهرة؟ معلم أثري مهم جدا من معالم بلدنا، والمكان ده حبايبنا الغاليين له تأثير خاص وله هيبة خاصة كده، وكل ركن فيه بيتكلم وبيحكي عن تاريخ مصر بلدنا العريقة الجميلة. المكان ده حبايبنا الغاليين هو المتحف المصري اللي موجود في التحرير، جنب مجمع التحرير تقريبا. ايه رأيكم النهارده ندخل نزور المتحف ونتعرف عليه ونزور الاماكن الاثريه اللي موجوده، ونحاول نتعرف مع بعض على القطع الاثريه النادره والثمينه اللي موجوده داخل المتحف. يلا بينا مع بعض نبدأ جولتنا داخل المتحف المصري. المتحف المصري يا جماعة بيعتبر أحد أهم وأكبر وأجمل المتاحف الموجودة في العالم كله، وهو مكانه بالظبط في الجبهة الشمالية لميدان التحرير في وسط مدينة القاهرة، وبيرجع تاريخ إنشائه لسنة 1835 ميلادية، وكان موقعه الأول في حديقة الأسبكية، وكان بيضم عدد كبير جدا من الآثار المتنوعة، لكنه بعد كده اتنقل بكل محتوياته لقاعة العرض التانية الموجودة في قلعة صلاح الدين. لكن بعد كده جه عالم المصريات الفرنسي أوجست ماريوت، فكر في افتتاح معرض علشان يعرض فيه مجموعة من الآثار على شط النيل بالظبط عند بولان، لكن للأسف الآثار دي تعرضت وقتها لمخاطر فيضان نهر النيل، واتنقلت لملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل في الجيزة. وبعدها وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني جه عالم المصريات جاستن ماسبيرو، افتتح مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب مدينة القاهرة، والكلام ده يا جماعة كان سنة 1902 ميلادية. والمتحف المصري حبايبنا الغاليين بيضم أكتر من 180 ألف قطعة أثرية، أهمها المجموعة الأثرية اللي تم العثور عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور سنة 1894 ميلادية. وبيضم المتحف حاليا أعظم مجموعة أثرية في العالم اللي بتعبر عن جميع مراحل تطور التاريخ المصري القديم. أما بالنسبة يا جماعة لمحتويات المتحف المصري فهي عبارة عن عصور ما قبل التاريخ، وبتحتوي على أنواع مختلفة من الفخار وأدوات الزينة وأدوات الصيد ومتطلبات الحياة اليومية اللي بتمثل نتاج المصري قبل معرفة الكتابة، واللي استقر في أماكن كتيرة من مصر في شمال البلاد وجنوبها ووسط البلاد. تاني حاجة محتويات عصر التأسيس، وهي عبارة عن آثار الأسرتين الأولى والتانية. بعد كده بنيجي العصر الدولة القديمة، وبيتضمن مجموعة من القطع الأثرية، أهمها تمثال للملك زوسر، وتمثال للملك خفرع، والملك منكورع، وشيخ البلد، ومجموعة كبيرة من التوابيت وتماثيل الأفراد والصور الجدارية وغيرها. كمان بنلاقي عندنا عصر الدولة الوسطى، واللي بيضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، أهمها تمثال الملك منتحتب الثاني، ومجموعة تماثيل بعض ملوك الأسرة ال12 زي الملك سنوسرت الأول والملك أمنمحات الثالث وغيرهم من الملوك. وكمان مجموعة تماثيل الأفراد والتوابيت وأدوات الحياة اليومية. أما بقى في عصر الدولة الحديثة فبيتضم المجموعة الأشهر في المتحف كله، وعلى رأسها مجموعة الملك الفرعون الصغير توت عنخ آمون. وعلى فكرة يا جماعة أحب أقول معلومة للناس، معظم الناس ممكن ما يعرفوهاش. الملك توت عنخ آمون مسك حكم مصر وهو عنده 11 سنة، وتوفى وهو عنده 18 سنة. وكمان في تماثيل للملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني، ده بالإضافة للعجلات الحربية والبرديات والحلي ومجموعة إخناتون، وتمثالين للملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي، وغيرها من كل تفاصيل الحياة اليومية عند أجدادنا الفراعنة.
أما بقى العصور المتأخرة فبتضم مجموعة من القطع الأثرية المتنوعة، من بينها كنوز تنيس المصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، واللي تم العثور عليها في مقابر بعض ملوك وملكات الأسرة 21 والأسرة 22 في صان الحجر. وبكده حبايبنا بتكون جولتنا النهارده خلصت داخل المتحف المصري اللي موجود في القاهرة في التحرير جنب مجمع التحرير، وتعرفنا عليه زي ما شرحنا مع بعض في أول الفيديو. يا رب تكون جولتنا النهارده عجبتكم، واكون قدرت افيدكم ومتعكم بجولة جميلة داخل المتحف المصري الجميل، واكون قدرت افيدكم بمعلومات بسيطة عن تاريخ المتحف المصري. يا رب تكون جولتنا النهارده عجبتكم. لكن قبل ما اختم الجولة ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، وتشتركوا معايا في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتشاركوني برأيكم في التعليقات يا جماعة إذا كانت الفيديوهات بتعجبكم ولا لأ. ويا ريت كمان تقترحوا عليا أماكن جديدة نزورها مع بعض ونكتشف تاريخها مع بعض. أشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد ومكان جديد من أماكن بلدنا الحلوة في سلسلة حلقات يا بلدنا يا حلو. أشوفكم على خير إن شاء الله.